هو ايه اللي حصل لنيكولو زانيولو؟ زانيولو يعتبر واحد من المواهب الشابه اللي مسمعه جدا في ايطاليا، لكن فجاه كده بعد ما قبل الانتقالات قفل لقيناه في جالاتا سراي في تركيا. زانيولو عنده 23 سنه، لكن بدايته في الكوره كانت صعبه جدا. وصل روما ب 4.5 مليون يورو وهو عنده 19 سنه، والعالم كله بدا يتكلم عنه لدرجه ان في وقت من الاوقات القيمه التسويقيه بتاعته كانت 60 مليون يورو. لكن فجاه جاله رباط صليبي او اتنين بصراحه ورا بعض، لكن رجع تاني والموسم اللي فات لعب 42 ماتش، سجل 8 وصنع 9 وكان مؤثر في فوز روما بالكونفرنس ليج. لكن الموسم ده بالنسبه لزانيولو الدنيا باظت خالص، بدا يحس ان هو خلاص عايز تجربه جديده، فقال لاداره روما انا عايز امشي. بورنموث كان اكتر نادي دخل على الخط بشكل كبير وفعلا قدم عرض وتوافق عليه من روما، لكن زانيولو رفض. كان احلامه وطموحه ان هو يروح نادي اكبر من كده شويه، فلما الصفقه باظت ده ضايق اداره روما جدا، فقرروا ان خلاص حتى لو مش هتروح بورنموث وهتقعد فانت مش هتلعب في نادي تاني الموسم ده. فجالاتا سراي دخل على الخط وخطف اللاعب، لكن زانيولو حط شرط جزائي في عقده مع جالاتا سراي 35 مليون يورو. فقول لي هل ده معناه ان احنا هنشوف زانيولو تاني في دوريات القمه قريب؟